في فيديو كده النهارده لفت نظري. امام عاشور، عايزين نشوف الفيديو كده وارجع اعلق عليه. ماشي. امام عاشور طبعا نزل الفيديو ده من تقريبا النهارده، يعني ان هو بيتمرن. حلو قوي، حلو جدا. الروح ديت ممكن يكون الضغط الجماهيري والضغط الاعلامي حسسه ان هي بتهرب منه. اجيب لكم بصراحه، وانا بقول لكم اهي، الفتره الاخيره ابتدت تهرب من امام ابتدى يخسر الدعم الجماهيري من النادي الاهلي، بخلاف ان خسر منتخب مصر بعدم انضمامه. فانت كده خسران خسران. خسرت النادي الاهلي من اكبر الانديه في مصر، ومن الانديه صاحبه البطولات اللي الامام عاشور خد بطولات تقريبا ما كانش عمره يحلم بيها. بكلمكم بصراحه، عن طريقها بيروح منتخب مصر، وكان هيبقى اساسي منتخب مصر. عجبني جدا التركيز بتاعه، عجبني جدا التركيز بتاعه. انا دايما ما بحبش اتكلم في الحياه الشخصيه، الحياه الشخصيه دي على جنب، انا ماليش دخل بيها. تلاحظوا كده الحمد لله عمري ما بتكلم على حياه شخصيه، يخرج يروح ايا كان، دي حاجه ماليش دخل بيها. لما باجي اتكلم عليه في الملعب، بينه وبينه ملعب. اللي هو بيعمله ده مش وحش، ها، بيوصل رساله ان انا اهو، بيوصل رساله ان انا اهو راجع. انا عاجبني ده، بيعجبني التحدي. يا تكون قد التحدي وتكمل المشوار بتاعك وتعمل تاريخ لنفسك وتعمل اسم لنفسك اكتر من اللي انت عامله فيه حاليا. لانك انا يعني لحد دلوقتي انت لسه ما وصلتش للامكانيات اللي انا كنت متوقعها، رغم ان انا اول واحد كنت بشيد بامام عاشور، اول واحد مقتنع بامكانيات امام عاشور واديته حقه. بس هتيجي في الملعب هتقوم عامل كده، مش هعرفك. رغم من محبتي ليه، وعلى فكره وانا مقتنع 100% ان هو لعيب كويس، ده ما حدش يقدر يتكلم فيها. امكانيات هايله، امكانيات عاليه، هدوء هايل، يعمل فارق، يخلص لك ماتشات، بتلاقيه في وقت الجد، هتلاقيه. بس ده على شخصيته، على الاراده بتاعته من جوه. امام في الفتره الاخيره ابتدى يوصل، يفتكر نفسه ان هو وصل اعلى مكانه او اعلى معدل من الامكانيات. لا، انت ما وصلتش. انت بقالك فتره لازم اهو، من حد بيحبك. انت بقالك فتره مريح، بقالك فتره، وقلتها الكره مش في دماغك. بقالك فتره كبيره جدا مهتم بالسوشيال ميديا وبالتصوير والبحر وايا كان بقى، والبدل والحاجات دي ماليش دخل بيها. اعمل اللي انت عايزه. هتلاقوا عمري ما اتكلمت. حتى الناس كلها بتتكلم على الموضوع ان هو بيخرج وبيجي وبيروح حفلات وبيروح ايفنتات. انا مش هتكلم، ماليش دخل، ماليش علاقه بيه، حاجه ما تخصنيش. انا اللي يخصني الملعب، انا اللي يخصني الاداء بتاعك جوه الملعب عامل ازاي، الفارق اللي انت بتعمله مع فرقتك ازاي، الروح بتاعتك مع الفرقه عامل ازاي. حتى موضوع انا عمركم شفتوني علقت على فرحه امام عاشور مع جمهور الاهلي مثلا لما بيروح لهم عند المدرجات ويهيص ويغني والكلام ده؟ عمري علقت؟ ماليش دخل، لان ما بقتنعش بالكلام ده. اللي بيني وبينك ملعب، اللي بيني وبينك ملعب، هو ده الفاصل ما بيني وما بينك. تروح بقى للجمهور، تطلع للجمهور، تمسك علم النادي الاهلي، تعمل اغنيه يغنوا معاك، حلو ده، ماليش دخل انا بيه، دي حاجه ما تخصنيش. انا اللي يخصني الملعب بادائك، بامكانياتك، بتركيزك. هو ده اللي من واحد بيحبك. وكان بصراحه يمكن انا اول مره اقولها، يعني امام عاشور انت عارفيني مش اي لعيب يملى عيني، مش اي لعيب يملى عيني والله. امام عاشور كنت بقول ان في جزء كبير جدا مني، جزء، ما قلتش ابراهيم يعني. وكنت متوسم، لان انتوا عمركم شفتوني طلعت قلت مثلا مين خليفتي في الملعب؟ مش هقولها غير لحد فعلا يستحق. عمري ما هتلاقيني بطلع اتكلم اقول ان ده خليفتي. لحد دلوقتي بتمنى والله ان الاقي خليفه ليا في الملعب. حتى الناس كانت بتشبه، يقول لك ده عامل زي ابراهيم سعيد ويصبغ شعره ويعمل اللي هو عايزه. يا ريت كل يوم يصبغ شعره بس يبقى كويس في الملعب. يا ريت يصبغ شعره ويقعد كل ماتش يحط له جونين ثلاثه
ويعمل فارق مع النادي الاهلي ويكسر الدنيا ويروح مع منتخب مصر يكسر الدنيا ويعمل فارق مع المنتخب ويبقى اساسي منتخب. اعمل شعرك اللي انت عايزه ان شاء الله تعمله، اي حاجه ان شاء الله توقف شعرك للسقف فوق، انا مالي، براحته. امام والله في امكانيات مميزه جدا لو استغلها، والله هقولها تاني، امام هيبقى رقم واحد مش في مصر، هيبقى في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا كمان. عنده امكانيات مش موجوده عند حد، لو ما استغلش امكانياته وهربت منه انا بقول لكم هو هيبقى زيه زي اللعيبه، هيبقى كلهم شبه بعض. بدل ما هو يبقى فارق هيبقى خلاص ممكن يبقى اقل منهم كمان، وانا قلتها الحلقه اللي فاتت. انا بقول لكم اهو بمستوى امام اللي انا شفته في الفتره الاخيره مش ما يلعبش في الاهلي، ده مع احترامي ما يلعبش في الدوري المصري، وما زلت عند رايي على الامكانيات اللي انا الفتره اللي فاتت دي بالمستوى ده والله ما يلعب مع احترامي في انديه الوسط في النادي في الدوري المصري، ده حقيقه. وهو لازم يعرف كده، لو ما عرفش كده يبقى خلاص يستحمل اللي هو رايح له. لان دايما اللعيب الكويس لما بتبقى مركز له في حته وشايف ان الامكانيات دي رايحه في مكانه، وبتلاقيه ان هو بيخلي زي ما بيتقال كده رقبتك زي السمسمه، لان في امال كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي على امام عاشور، من ناحيه امكانيات، من ناحيه سنه، من ناحيه حاجات كتيره جدا. فلما بتخذلني خلاص بقى، ما انا هنقعد تمام انت كويس، هنقعد نسقف لك وانت في الملعب كويس، بس انت بعيد عن مستواك عيش. وانا بقول لك غضب جمهور النادي الاهلي مش حلو. جمهور النادي الاهلي بيحبك بناء على لعبك عكس اي جمهور تاني مع احترامي. جمهور الاهلي لو بيحبك بيحبك على اخلاصك للمكان اللي انت فيه، على قتالك جوه الملعب، على مدى حبك لزمايلك، على مدى حبك للمكان اللي انت موجود فيه. كويس؟ جمهور النادي الاهلي ده والله هتاخد شهرة عمرك ما شفتها في حياتك ولا تتوقعها. بس ده بناء على ايه؟ على لعبك. مفيش لعب والله اول ناس هيقول لك امشي. ما عندهمش عاطفه وحقهم. لما تكمل شويه، واتمنى ان انت تكمل، هتحس باللي انا بقوله لك ده. هتتخاذل، انا بقول لك اهو هيبطل، يعني هيخلوك تبطل تكره الكوره. والله بتكلم بجد والله. خلاص ما انت فقدوا الثقه فيك. ما دام فقد الثقه فيك خلاص يبقى مع احترامي يعني مش هتلزمهم. وده حقهم، لان النادي الاهلي نادي بطولات. النادي الاهلي مش مجرد ان هو يخش يخسر بطوله بالساهل. فانت الكره في ملعبك، عاجبني جدا الروح دي حلوه قوي، بس عايزين نشوف الكلام ده في الملعب. انا ماليش دخل بالجيم، انت ممكن تكون بتوصل رساله حلوه قوي. عايزين بقى نشوف الكلام ده في الملعب 11 ضد 11. عايزين نشوف 11 ضد 11. عايزين نشوف الملعب، عايزين نشوف التاكلينج، عايز اشوف امام عاشور اللي بيخبط، عايز اشوف امام عاشور اللي التيشيرت ده بيتقطع عليه، عايز اشوف امام عاشور اللي بيحط رجله بقوه كده ما يخافش. انت في الفتره الاخيره انا ما شفتلكش تعمل تاكلينج، ما شفتش حتى اشتراك قوي، ما شفتش حتى طالع مع حد تيك اوف بتاعك تطلع تاخدها، ما شفتش. انا شايف امام عاشور الفتره اللي فاتت بيمسك الكوره يعمل كده وبيلعب على الواقف. لا انت لعيب كويس وكل حاجه، بس هتمسك الكوره وتقعد تعمل لي كده وهتقعد تقف لي على الكوره والحاجات بقى، انت رقبتك فوق هتلاقي رقبتك دي تنزل والله. وصدقني انت عندك فرصه تعمل تاريخ كبير جدا وانت بتلعب وبعد حتى ما تبطل.